إن يكون في حياتك إنسان سوي، يعني لو شاف النعمة ظهرت عليك هيفرح لك ويدعي لك من قلبه إن ربنا يبارك لك فيها. ولو لا قدر الله شافك واقع هيمد لك إيده عشان تقوم. إن يكون في حياتك إنسان سوي معناها إنه مش هيبخل عليك بأي حاجة، لا وقته ولا اهتمامه ولا علم ولا حتى فلوسه. السلام عليكم. وأنا بقلب في الفيسبوك وقفت عند بوست مكون من جملة واحدة بس بصراحة هزني جدا. صاحبة البوست كانت بتقول يا بخت اللي في حياته إنسان سوي. عارف كلمة سوي أصلا معناها إيه؟ سوي يعني مستقيم معتدل، والطريق السوي هو الطريق اللي ما فيهوش مطبات. طب الإنسان السوي هو الإنسان اللي ما فيهوش مطبات برضو؟ لا، تقدر تقول كده هو الإنسان اللي ما أثرتش فيه المطبات. أصل لو على المطبات كلنا بناكلها في طريقنا وإحنا ماشيين، كلنا بنقابل ناس بتكذب وناس بتغدر وناس بتظلم وناس بتقول نكت بايخة، لكن كم واحد فينا كذب الناس ما حولوش لإنسان كذاب؟ وكم واحد فينا ظلم الناس ما حولوش لبني آدم ظالم؟ وكم واحد فينا سوء الناس اللي قابلها في حياته ما عملش منه نسخة جديدة سيئة؟ أعتقد مش كتير. ودول بقى اللي نقدر نسميهم الأسوياء. ومش دول بس للأمانة، في ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى جنبها الاختبارات دي وما قابلوش المطبات اللي بتجيب عفشة دي. دول بقى كمان نقدر نسميهم أسوياء. لكن خلينا نرجع لصاحبة البوست اللي احنا سايبينها واقفة في أول الحلقة. يا ترى البنت دي شافت إيه في حياتها يخليها تقول يا بخت اللي في حياته إنسان سوي؟ أو خلينا نسأل سؤال تاني، يعني إيه يكون في حياتك إنسان سوي؟ إن يكون في حياتك إنسان سوي معناه إن يكون في حياتك حد مش هيقولك لأ على أي حاجة طول ما هي مش غلط وطول ما هو يقدر يعملها. أصل فكر فيها شوية كده، إيه اللي ممكن تخسره لو حد طلب منك طلب تقدر تعمله وقلت له حاضر؟ هتخس إيه يعني؟ وحتى لو خسيت يا سيدي والله هو حد طايل؟ لو أنت مدير وفي موظف طالب منك سلفة وينفع تديها له كده كده هتتخصم من مرتبه آخر الشهر، ليه تقول له لأ؟ لو أنت زوج ومراتك طلبت منك تروح تغير جو يومين عند مامتها أو تخرج تشم هوا مع صاحبتها طالما هي رايحة حتة أمان ومش هتتأخر، ليه تقول لأ؟ هتخسر إيه؟ ده منطق الإنسان السوي. وده بقى اللي قال عنه الفرزدق الشاعر الكبير اللي كنا بندرسه في ثانوية العامة، ده فاكره؟ قال إيه بقى في الإمام علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه؟ قال ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. يعني لولا التشهد اللي لازم نقول فيه لا إله إلا الله ما كنتش سمعت منه كلمة لا أبدا. إنك يكون في حياتك إنسان سوي يعني حد هيتغافل عن أخطائك، هيعمل نفسه مش شايفها، مش كل الأخطاء طبعا، لكن اللي ينفع تعدي منها هيعديها لك. قصرت معاه مرة يعمل نفسه ما خدش باله، طنشت تليفونه مرة وقلت له معلش أصل كنت نايم، وهو في نفس اللحظة شاف كومنت منك على صفحة بتبيع دباديب بتسألهم على السعر وعرف إن حضرتك كنت صاحي لما كلمك وما ردتش عليه، ومع ذلك عمل نفسه مش واخد باله وقال لك أنا آسف يا سيدي لو كنت رنيت في وقت متأخر وأزعجتك. هو ده يا جماعة التغافل، إنك تدي ظهرك للأخطاء اللي ينفع تديها ظهرك وما تزنقش اللي قدامك في كورنر عشان تسمع منه كلمة أنا آسف. إن يكون في حياتك إنسان سوي يعني لو شاف النعمة ظهرت عليك هيفرح لك ويدعي لك من قلبه إن ربنا يبارك لك فيها. ولو لا قدر الله شافك واقع هيمد لك إيده عشان تقوم. إن يكون في حياتك إنسان سوي معناها إنه مش هيبخل عليك بأي حاجة، لا وقته ولا اهتمامه ولا علمه ولا حتى فلوسه، هيقدم لك كل اللي يقدر عليه لو طلبت أو ما طلبتش. إنسان هيقول لك شكرا لما تعمل علشانه أبسط حاجة، وهيقول لك أنا آسف لما يعمل في حقك أصغر غلط مش مقصود. الإنسان السوي لو كان صاحبك مش هيجتهد علشان يثبت لكل الناس إنه أحسن منك، ولو كان جوزك مش هيتضايق لو حس إنك متفوقة عليه في حاجة أو محققة نجاح هو لسه محققهوش، بالعكس هيدعمك ويفتخر بيكي. إن يكون في حياتك إنسان سوي يعني أنت مش مضطر تحسس على كل كلمة بتقولها له أحسن يفهم كلمة منها غلط ويتقمص، والدنيا مش هتسود في وشك وتجيب شاشة لما تغلط في مرة وتدوس له على طرف، ومش هتبقى عارف ساعتها إزاي هتقدر تراضيه وتخلص من تقطيمه.
مش هيخليك عايش على أعصابك طول الوقت. الإنسان السوي هو اللي سيدنا النبي قال عنه: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار، على كل قريب هين سهل. قد إيه جميل إن الإنسان يكون سهل، خصوصا في ظل صعوبة الحياة أصلا. ويا بخته عند ربنا اللي يعرف يسهلها على الناس، اللي يعرف يحسسهم إن الدنيا حلوة ولسه فيها خير. أنا مرة شفت فيديو على النت، في واحد كده بيقدم نصائح للرجالة وبيقول لهم: مش كل ما مراتك تطلب منك حاجة تعملها كده هتفتكرك سهل. أنا بس عايز أسأله سؤال: إيه اللي ممكن تقدمه لمراتك أغلى من حبها ليك، وأغلى من وقتها واهتمامها، وأغلى من كل طلباتك اللي بتلبيها لك قبل حتى ما تطلبها، ومن أهلها اللي سابتهم عشان تعيش معاك وفي بيتك؟ مستكتر عليها بعد كل ده لما تطلب منك حاجة وانت قادر تعملها انك تعملها، عشان ما تقولش ساعتها عليك راجل سهل. وفيها ايه اصلا لما تبقى راجل سهل؟ يا حبيبي، اللي فاهمك ان سهل دي صفة وحشة ظلمك. انت عارف مين اسهل راجل في الدنيا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مواقف حياته، كنبي او كصديق او كزوج او كأب، كان المثل الاعلى في اللين والسهولة، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى قال في حقه ايه؟ فبما رحمة من الله لنت له. تطول انت او انا ناخد صفة من صفات سيدنا النبي. الانسان السوي يا جماعة هو الانسان اللي تحس معاه بالراحة، تتعامل معاه وانت سايب ايدك. وهو بالمناسبة مش انسان ضعيف، لا خالص، بالعكس، ده اقوى انسان في الدنيا. عارف ليه؟ علشان قدر يغلب نفسه ويغلب الدنيا اللي بتحاول تغير الكل وما تغيرش، وفضل زي ما هو. عشان كده ليها حق البنت تقول: يا بخت اللي في حياته إنسان سوي، ويا بخت اللي يعرف يكون هو الإنسان ده اللي الناس بتحسد بعضها على وجوده في حياتهم. وكل سنة وانتم طيبين.